البلكونة. شايفة منظره يعني هادي وجميل، وشايفاه بينور قوي، وبعدين يرجع تاني يبقى في سحابة كده قدامه فبتحجب الضوء. لكن الضوء الأحمر أنا مش شايفة أحمر، أنا شايفة يعني هي سحابة بتعدي قدام القمر، فبتغير من اللون شوية، اللون يبقى فاتح واللون يبقى غامق. لكن الأحمرار اللي بشوفه في الصور والكلام ده مش موجود الحقيقة. خسوف القمر 2025. هو عموما القمر لما بيكون طالع يعني بيبقى مبهج، والواحد بيحب يبص فيه ويحب يتأمل في السماء ولما القمر بيبقى موجود. لكن لما والشمس بتبقى منورة، يعني المكان بيبقى منور زي وضوح الشمس يعني. لكن لما بيبقى القمر مش موجود أو محبوب أو يعني بيبقى مختفي شوية، بيبقى السما بالليل بتبقى شكلها يعني شوية كده مش مريح. لكن في وجود القمر بيبقى مريح شوية، الدنيا منورة، الواحد بيحب النور النهار أكتر من الليل. زي ما الكتاب المقدس بيقول يعني كونوا في النور، دايما في النور كأبناء النور. يعني هو تأمل كده ان الواحد لما بيبص في السما، الواحد لما كان بيروح زمان لما الواحد يجي النمسا هنا وكنا نروح أديرة البحر الأحمر، وكان الشمس تبقى ساطعة طول النهار والدنيا منورة. بالليل بقى خالص على الساعة 10 كان الدير بيقفل الأنوار، وكان بيبقى قدامنا بس السما الضلمة، لكن النجوم واضحة جدا وباينة قوي ومزهزهة زي اللقالق كده. واحنا كنا بنروح دايما في شهر 9، كنا دايما في شهر 9 بنبقى عشان كده لما بصيت للسما دلوقتي افتكرت نفس الشهر. الواحد لما بيسترجع أيام بيبقى سعيد وفرحان، خصوصا لما بتبقى ذكريات حلوة. كانت دير الأنبا أنطونيوس البحر الأحمر كان كل ذكرياته حلوة. كنا دايما بنروح شهر 9 زي اليومين دول كده، بس كنا دايما نروح يوم 9 و10 و11 أو 10 و11 و12، كان كل سنة يعني. فاكرة هذا كويس قوي انهم كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادي هناك، كنت بحتفل دايما بعيد ميلادي هناك، بس هما كانوا بيفكروني وما كانوش ناسين الحقيقة، حتى لو انا كنت يعني بتناسى. لكن صحابي واصدقائي وابونا وكنيستي عموما يعني ما كانوش بينسوا، كانوا دايما فاكرين.
الواحد بيربط عيد ميلاده دايما كان بدير الأنبا أنطونيوس. بس نشكر ربنا لما جيت هنا النمسا وأخدنا دير سيدنا سمى الأنبا يعني أنطونيوس، حسيت إن مبسوطة إن لا يعني قديس الأنبا أنطونيوس معايا في كل مكان، يعني مش بيسيبني. هي مش عارفة، هي ذكريات كده يعني طلعت كده مرة واحدة مش عارفة ازاي. أنا جاية بتكلم على حاجة ودخلنا في حاجة تانية. بس القمر بقى والسما يعني ذكرتني بحاجات. يعني ربنا يخلي يعني كل الأصحاب والأصدقاء يعني أصدقاء الطفولة اللي ما يتعوضوش أبدا بجد. ربنا يحافظ عليهم كل واحد في مكانه، يعني احنا اتفرقنا في كل واحد في مكان، اللي راح أمريكا واللي راح أستراليا واللي راح النمسا، يعني اتفرقنا في العالم كله صراحة. المجموعة بتاعتنا يعني في الوقت ده بالذات، يعني المجموعة دي حتى دايما حتى أبونا يعقوب حنا كان دايما يقول لنا المجموعة بتاعتكم دي يعني راحت العالم كله، غزت العالم كله يعني. يمكن معلش صوتي تعبان شوية. كنت واخدة دور برد بس يعني تعافيت منه أشكر ربنا، بس صوتي لسه ما شوية يعني مغلق. فكل ما افتكر او ابص في السماء افتكر بقى اصحابنا، وافتكر كنيستي جورجيوس ابو طاقية الجميلة، وافتكر الخدمات الحلوة، وافتكر الترانيم الحلوة اللي كانت بتعيشنا في السماء، والتسبيح يعني كل حاجة، وخدمات مدارس أحد، وخدمة القرآن، وخدمة المسرح، وخدمة آه كل خدمات يعني بتاعت الكنيسة. واحد مش عايز ينسى ولا خدمة يعني، وخدمة أخوة الرب، وخدمة أبونا أنصاصي صموئيلي. مش عارفة ليه أنا بصيت للسما افتكرت حاجات كتير، بس عموما أنا مش بنسى، يعني مش بنسى الحاجات دي كلها، ولا بنسى أبائي كنيسة جورجيوس أبو طاقية، أبونا يعقوب حنا، أبونا جرجس سعيد، أبونا بولس سليمان. ربنا يعني ينيح نفس أبونا جرجس وأبونا بولس، وربنا يخلي ويطول في عمر أبونا يعقوب، يديله الصحة يا رب. وفي دلوقتي أبقى حلوة كتير، ربنا يعني ما بينساش ولاده في كل عصر، تحت رعاية أبونا يعقوب طبعا، أبونا اللي ربانا وكبرنا وعلمنا، ما ننساش أبدا فضله علينا يعني. وربنا يخلي بقى الآباء الحلوين اللي موجودين حاليا، يعني بجد كلهم بركة يعني. لما تروحوا بقى لو رحتوا يعني لأنبا أنطونيوس، يعني بترجاكم من هنا انكم تصلوا لنا كتير 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 هناك بقى في الأنبا أنطونيوس. يعني احنا عندنا الأنبا أنطونيوس برضه حبيبنا وبنروح له، مش بينسانا ودايما برضه يعني بنفتكر أيام زمان جميلة، أيام ما أخدنا الدير هنا كانت أيام بركة برضه كبيرة أوي، أيام تسبيح برضه وصلوات، وربنا يعمر الدير هنا ببركة صلوات سيدنا الأنبا جبريل والآباء الرهبان والربيطة، أبونا الجميل أبونا توماس
ربنا يديهم كلهم الصحة ويحافظ عليهم ويبعد عنهم كل شر وكل شبه شر. حقيقة برضو يعني كنيسة جميلة في كل مكان وفي كل زمان بأمانة. وكنيستنا جميلة يعني بنتقوى بيها لما بنبقى في حضنها ونبقى موجودين في كنفها كده، مش محتاجين أي حاجة تاني. بنحس بالأمان والسلام والراحة لما بنبقى موجودين جوه الكنيسة. أحلى حاجة في الدنيا يعني. يا ربنا ما يحرم حد من كنيسته، وربنا ما يحرم حد من وجوده في الكنيسة وصلوات آباء الكنيسة وصلوات القديسين الحلوين اللي دايما فاكريننا ومش ناسينا. يعني خسوف الشمس القمر النهاردة خليني افتكر الحاجات الجميلة جميلة ما بتتنسيش. كل وقت وليه جماله، كل وقت وليه جماله، كل وقت وليه الناس الحلوة المباركة المليانين نعمة اللي ربنا بيبعتهم في كل وقت يبقوا سبب بركة وسبب نعمة وسبب نمو روحي كمان. هي أجمل حاجة في الدنيا إن الواحد يفضل ماسك في ربنا، ومهما تعثر في الطريق ولا وقع ولا قام يقوم بسرعة ويكمل يعني. ومهما كمان تقابل من ضيقات ولا مرض ولا تعب، ربنا بيقوي وبيسند يعني. ومهما تقابل من حروب وظلم وافتراء يعني برضو بيشعر انه مسنود بنعمة ربنا. ومهما تقابل برضو من ضعف فتور، ممكن يرجع تاني ويكمل مسيرته ويقرا يعني يتمسك بالكتاب المقدس ويجري على كنيسته، على أب اعترافه، وعلى المرشد لو في مرشد يعني. حقيقة مرشد هو بيبقى أب الاعتراف يعني. حقيقة أنا لا أثق في أي مرشد لكن أب الاعتراف هو بيبقى المرشد، وهو بيبقى يعني صوت المسيح على الأرض. ما نثقش في أي حد ولا نثق في أي إرشاد، لأن الدنيا دلوقتي مليانة ومفتوحة قوي، وكل واحد بيقول رأيه وكل واحد بيقول كلام. الدنيا اتملت كلام، والدنيا مليانة بقى كتب، مليانة بقى بمقالات وتأملات. ولكن نرجع للأصل، والأصل هو الكتاب المقدس، والأصل هو تفاسير الآباء الأولين. والأصل إن احنا لما نتعثر في حاجة ما نتفزلكش وما نسألش أي حد، لأ نسأل يعني الناس اللي بتبقى مسؤولة وكلمة ربنا عندها بتبقى يعني حاطينها كده على قلبهم، وما بيقولوش أي كلام إلا كلام الإنجيل. ده أهم حاجة. خلي بالنا ما ناخدش أي تعليم من أي حد ولا من أي مكان، لأن كنيستنا غنية غنية قوي، وفيها تراث كبير جدا جدا، وفيها تفاسير كتير جدا. ناخد من التفاسير الموثقة من المجمع، ما ناخدش أي فكر ولا ناخد أي كلام متداول في كل المنصات ولا في جروبات ولا لا. بلاش، خلينا ثابتين على مبدأنا. والإنسان لما بيبقى ثابت على مبدأه بيعرف يفكر، بيعرف يعني حتى بتبقى عينيه مفتوحة، ربنا بيفتح عينيه. ما فيش أي حاجة تضحك يعني حد يضحك عليه بأي كلام، لا بالعكس، بيبقى عنده روح إفراز، بيعرف يفرز كويس أوي، لأن روح ربنا شغالة دايما، ما تطفئوش الروح. علشان كده يفضل روح ربنا اللي هو اللي شغال، وهو اللي يخلينا نعرف نفرز
الصح من الغلط، والكلام المظبوط من الكلام لأي كلام يعني الواحد ده بصراحة مش عايز يسيب المنظر الجميل ده. أنا ممكن أكون دوشتكوا، بس يعني مش عايزاكوا تسيبوا المنظر الجميل ده كمان معايا. الواحد لما بيشوف السما منورة كده بيبقى سعيد وفرحان. هو المسيح هيجي كده على السحاب، نقعد ننتظره بقى. خلينا ننتظره سوا. محدش عارف هو هيجي امتى، بس تبقى اللي هيجي خالص يعني. لا حد عارف اللص بيجي امتى، ولا هيجي يسرق امتى، ولا ما بيسيبش خبر. لكن المسيح لما يجي نبقى مستعدين طول الوقت، حتى لو يعني مش بيرفكت طول الوقت يعني، لكن بنحاول، ادينا بنحاول، وربنا يساعدنا. ربنا يساعدنا ويقوينا كلنا ان احنا نكون مستعدين ليه، ونكون مستعدين استعداد كامل. وهو اللي يدينا بقى القوة ويدينا النصرة ويحافظ علينا ويباركنا ويبعد عننا كل شر وكل شبه شر. الواحد محتاج يصلي ويصلي كتير، يصلي صح، ويصلي بقانون روحي. مش حتى الارتجالي برضه مش وحش، بس نصلي، بس نصلي يعني. اهم حاجة نصلي لبعضنا يعني. كلنا ضعفات وكلنا محتاجين ان احنا نصلي لبعض، لان محدش يعني يشعر ان هو وصل، ولا هو بقى في قامة روحية رهيبة. اوعوا خلي بالكوا، لان عدو الخير ممكن يضحك علينا بالكلام ده ونسقط بالكبرياء والتعالي والتعاظم، واحنا غلابة محتاجين رحمة ربنا كلنا. فنصلي ان ربنا يثبتنا فيه ويقوينا، ويدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا نصرة وغلبة على عدو الخير بنعمته. لان لوحدنا مش بنعرف نعمل حاجة، مش بنعرف نعمل حاجة خالص، لكن بنعمة ربنا وبقوته. يا رب يدينا النعمة والبركة دي، ويدينا السندة، ويدينا ان احنا نعرفه ان هو الاله الحقيقي، ان مفيش غيره، الاب والصديق والاخ وكل حاجة لينا يعني. احنا ملناش غيرك يا رب، وهو عارف ان احنا ملناش غيره، ما نعرفش غيره، ما نعرفش غيره اله يعني. ربنا يحافظ على الجميع، يحافظ على بيوتكم وبيوتنا، ويحافظ على كل حد. كان دايما في اباء يقولوا لما تكون بتصلي من اجل موضوع معين، او محتاج ربنا يعني يسمعك في طلبة معينة او في موضوع معين، تشوف اللي حواليك مين اكتر واحد محتاج الطلبة دي او بيصلي من اجل الموضوع ده، وصلي من اجله، اذكره الاول. ولما تذكره الاول ربنا يتحنن عليك، ولما يتحنن عليك هيديك سؤال قلبك. علشان كده قال لنا بقى صلوا من اجل بعضكم البعض. عشان كده هو قال كده، صلوا من اجل بعضكم البعض. يعني ما تبقاش الطلبات كلها انا يا رب عايز، وانا يا رب محتاج، وانا يا رب. يبقى لا، نشكر حتى على النفس اللي خارج واللي داخل ده. دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا، ما يعرفش قيمتها الا اللي اتحرم شوية من، او تعب شوية ومرض شوية بالجهاز التنفسي، ولا كانش قادر ياخد نفسه حتى. فدي نعمة قوي، نعمة كبيرة جدا، النفس اللي داخل واللي خارج ده. نشكر من أجل البيت، الناس اللي متشردة في الشوارع مش لاقيين مأوى،
وحرانين في عز الشمس وبردانين في عز البرد. نشكر من أجل إن احنا بنغمض عينينا واحنا مرتاحين ونايمين من غير قلق ولا فكر. دي نعمة كبيرة قوي. في ناس ما بتعرفش تنام من الفكر، من تكون يعني قلقانة من حاجة معينة أو تعبانة من حاجة معينة وعمالة تتململ. دي نعمة كبيرة قوي إن الناس اللي بتحط دماغها وتنام يعطي لأحبائه نوما. فقد كده يا رب، يعني في انت نعم كتير 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 بتديها لنا، ونعم كتير 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 انعمت بيها علينا كلنا. يعني حتى شعور رؤوسنا، في شعرة بتنزل من راسنا او تقع الا باذنك. بنشكر يا رب على كل حاجة. فالشكر مني واجب يا رب، ففعلا الشكر منا واجب، لازم نشكره على كل حال ومن اجل كل حال. عشان كده كمان الكنيسة رتبت ان احنا قبل اي صلوات بنقول فلنشكر صانع الخيرات. قبل اي صلوة وكل السبع صلوات بتاعة الإجبية تلاقينا في البداية نشكر. حتى أبونا لما بيجي يبدأ قداس بيشكر. حتى لما بالليل في صلوات الرهبان، صلوات الستار برضو صلوات نصف الليل برضو يشكر. الحقيقة يعني ربنا لو قعدنا نشكره ليل ونهار مش هنوفيه حق، مش هنوفيه حق. ربنا عظيم قوي، ربنا كبير قوي، ربنا جميل قوي، لكن عادل قوي. فما نستهنش بقى برحمة ربنا ونقول ده ربنا طيب ورحيم ونتهاون. لا، ما نتهاونش، نخلي بالنا، لان التهاون هيخلينا ان احنا نعمل كل اللي احنا عايزينه. ما ربنا طيب بس ربنا عادل برضه، عادل. نخلي بالنا، ربنا يدينا كلنا يعني عين مفتوحة وقلب كده، يعني بقى زي قلب ربنا، زي ما كان داود كده كان قلبه زي قلب ربنا، كان ربنا فرحان بيه برغم ضعفاته وسقطاته، لكن كان قوي في ايمانه ومحبته لربنا. الجدع بقى ان هو يبقى كده داود، انه يعني يبقى بيحب ربنا من قلبه ودايما عينه على السماء. السماء جميلة مليانة حاجات جميلة. ربنا يجعلنا مستعدين يا رب، امين. يلا بقى نزلوا لنا الصور عندكم، ايه الاخبار؟ خسوف القمر عندكم كان عامل ازاي؟ احنا القمر هو مكتمل ومنور ولا احمر ولا حاجه. بس جميل اهو، جميل. تصبحوا على الف خير وسلام، وربنا يحافظ على الجميع ويحافظ عليكم ويبارك حياتكم جميعا يا رب. سلام.